هل الاهلي هيشارك في دوري ابطال افريقيا ولا مش هيشارك؟ احنا بنتكلم ان احنا هناخد نفس المقعدين، الوضع الطبيعي اللي هو الاول والثاني اللي هم الزمالك وبيراميدز. لو احنا بنتكلم في احقيه فبمنتهى الصراحه وبمنتهى الحياديه، لا، انا واحد من الناس انا شايف ان الزمالك هو الاحق، حتى لو الزمالك كان عليه قضايا، وحتى لو الزمالك دلوقتي استلم الرخصة، وحتى لو الزمالك خلص اموره. بس يعني تعالوا نتصور ان الزمالك ما كانش خلص اموره. انا بالنسبه لي انا ما ارضاش ان الاهلي وهو لما كان الكوره في الملعب وطلع الثالث ان هو يلعب مكان الاول. ليه؟ الاهلي يا جماعه تاريخه اكبر من البطوله دي. يعني مش النسخه دي اللي خلاص يعني اللي هتفرق في حياه النادي. لا، انا بالنسبه لي انت لعبت وحش خلاص اتحمل تبعات نتيجتك دي او لعبك ده. طيب تعالوا نتكلم بقى في حته لو المقاعد هتزيد والاهلي، يعني الجمهور عايش على امل ان هيبقى في اجتماع للمجلس التنفيذي للكاف وهيزودوا المقاعد. انا شايف برضو ان الموضوع ده او اتمنى ان الموضوع ده ما يتمش السنه دي بالذات، عشان ما يبقاش يعني الموضوع يعني ايه، حتى لو الموضوع جه بشكل عام او الكلام ده كله، عشان ما حدش يقول لي اصل الاهلي بيتجامل او الاهلي يعني لو كان الموضوع حصل مع الزمالك ما كانش العدد هيزيد. لا، انا نفسي الاهلي ما يشاركش في البطوله دي السنه دي. بس لو احنا بنتكلم بقى بشكل عام، هل الموضوع ده مفيد اصلا للبطوله ولا لا؟ بصراحه انا شايف ان هو مفيد، بس يا ريت ما يتطبقش السنه دي. ليه مفيد؟ لان انا دلوقتي لما يتاهل مثلا من مصر 3 أو 4 فرق وزيهم من بقيه الدوريات الكبيره، دي حاجه هتزود الدخل للبطوله وكل حاجه. بس لو احنا بنفكر بقى في الاستثمار الرياضي، انا كمستثمر لما احب اشتري نادي من الانديه ديت او احط فلوس في الانديه دي، انا دلوقتي لو حابب ان انا اوسع موضوع الاستثمار ودمج الانديه وادخل مستثمرين من بره، فانا عشان اجيب دلوقتي مستثمر يجي يشتري نادي، هو اول حاجه هيفكر فيها هل انا هقدر اتاهل لدوري ابطال افريقيا ولا لا. لان عشان اوصل للنقطه ديت انا محتاج ان العدد هيبقى ازيد، لان الموضوع مش هيبقى سهل في الاول. انت كل ما تزود فرص الانديه اللي بتشارك او اللي بتلعب او الكلام ده كله، انت بتدي يعني اتاحه للمستثمرين ان هو يفكر اللي هو طب ما انا عادي ان انا اشتري فريق مثلا، خلونا نضرب مثل سواء بالمنصوره او غزل المحله او الاسماعيلي او ايا كان، واشارك بيه في الدوري واكمل، وحتى مش لازم اطلع الاول او لازم اخد البطوله من اول سنه او حتى من تاني سنه، سواء طلعت تالت تاني او رابع او ايا كان ودخلت البطوله، هيبقى في امل ان النادي ده قيمته مع الوقت تكبر. انما انت طول ما انت حاصر الفكره كلها ما بين اول 2 بس، فهيبقى الموضوع صعب. فانا شايف ان احنا مش حقنا السنه دي بصراحه ان احنا نشارك في دوري ابطال افريقيا. بس عامه هي ميزه ان شاء الله لو الاعداد زادت مستقبلا للفرق المصريه، ان هي حاجه هتعلي قيمتها او هتحسن فرص الاستثمار فيها، وكذلك لبقيه الدول التانية.